بس كل الجوائز عطوها سفيان، يستاهل. في كرة القدم هناك لاعبون يولدون بملعقة من الذهب، وهناك سفيان رحيم، رجل الذي لم يطرق باب المجد بل كسره. هل كنت تعلم أن هذا النجم الذي تبلغ قيمته الملايين اليوم بدأ مسيرته بجمع الكرات وحامل أمتعة اللاعبين في مركب لويس؟ اليوم نفتح الأوراق ابن اليوري من ولادته في ملعقة الرجاء إلى القمة في مجد إفريقيا. ولد سفيان في 2 يونيو 1996 بمدينة الدار البيضاء، وتحديدا في الحي لويس. والده هو الحاج محمد اليوري، الرجل الذي قضى أكثر من 40 سنة في خدمة الرجاء كمسؤول عن الأمتعة. سفيان لم يكن يذهب للنادي كلاعب فقط، بل كان يرى والده يخدم النادي، وهذا جعله يشعر بالضغط الكبير. كان عليه أن يثبت أنه موجود بمهارته، وليس والده اليوري رغم موهبته لم يتم تصعيدها فورا للفريق الأول. قيل له إنه نحيف أو غير جاهز. تم إرساله إلى النادي النجم الشباب في أقسام الهواة. تخيل الشعور ابن النادي وهو يطرد من بيته ليذهب للعب في الملاعب التربة الصعب. هذه كانت أصعب مراحل في حياته، إما الاستسلام أو القتال. ما عادوني المعاهدة اللي تعاهدت معهم أنا ماشي هذيك، الله يكتر خيرهم، وخا كان مشاكل. اختار سفيان القتال وتألق هنا بشكل لافت أجبر الرجاء على استعادته. عندما ظن الجميع أن حكاية سفيان مع الخضراء انتهت، كان هو يكتب الفصل الأول من عودته في صمت الملاعب المهجور. لكن القدر لا ينسى من كافح في صمت. في عام 2018 عاد سفيان إلى بيته، لم يعد كجامع كرات بل كقطعة غير مفقودة في محرك الرجاء العالمي. تحت قيادة المدرب الإسباني انفجر البركان، لم يكن مجرد جناح سريع بل كان كابوسا للمدافعين. هل تتذكرون النهائي الكونفدرالي أمام فيتا كلوب؟ ذلك الهدف التاريخي في الديربي الذي أخرس المدرجات. ما زاد من قوية المنظومة الدفاعية ولم يترك خيارات كثيرة لعناصر نادي فيتا كلوب. انطلاقة سريعة لعناصر رجاء. سفيان رحيمي جول، رحيمي جول، جول 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 جول. الرجاء تفعل مشاهدينا الكرام، الرجاء تتقدم هنا بملعب الشهداء. يرسل رحيمي، يا سلام، شوف الإعادة، انطلق رحيمي، راوغ رحيمي. في هذه اللحظات تحول سفيان من ابن اليوري الصغير إلى سفيان رحيمي. لم تكن الألقاب مجرد دروع ترفع، بل كانت إعلانا رسميا. لقد ولد ملك جديد في الدار البيضاء. رحيمي لم يعد يلعب من أجل العقد، بل كان يلعب من أجل الشعار الذي ترعرع بين جدرانه. فكان يسجل بروح المشجع ويراوغ بقلب الأسد. لكن الطموح الأسد لا تحده الغابة وحده. في الصيف 2021 ودع سفيان الجماهير الخضراء بالدموع ليرحل إلى النادي العين الإماراتي. هناك ظن البعض أنه سيذهب للراحة، لكن سفيان كان لديه رأي آخر. في الملاعب الإماراتية تحول رحيمي إلى إعصار. لم يكتفي بالتسجيل بل أصبح قائد والنجم الأول للدوري بفضل أهدافه الحاسمة. عاد العين لمنصات التتويج، وأثبت سفيان للجميع أن اللاعب المحلي المغربي قادر على السيطرة والتألق أينما حل وارتحل. في النهاية قصة سفيان رحيمي ليست مجرد أهدافا وتمريرات حاسمة، بل هي درس حي في الوفاء والإصرار. رحيمي لم ينسى يوما أنه ذاك الطفل الذي كان يسير في الممرات لويس حامل الأمتعة، ولم ينسى فضل والده الحاج اليوري الذي علمه أن النجاح لا يمنح بل ينتزع انتزاعا. اليوم وبينما يكتب سفيان فصولا جديدة من المجد بقميص الأسود، ويثبت الجميع أن الموهبة وحدها لا تكفي بل الروح هي من تصنع الفارق.